إذا الملك محمد السادس يترأس حفل تقديم أول سيارة مغربية تعمل بالهيدروجين. فقد ترأس الملك محمد السادس اليوم حفل تقديم أول سيارة مغربية تعمل بالهيدروجين يوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط. وقد أقيم هذا الحفل بالقصر الملكي بالرباط، حفل تقديم نموذج سيارة أول مصنع مغربي والنموذج الأولي لمركبة تعمل بالهيدروجين. قام بتطويرها مغربي، وهما مشروعان مبتكران من شأنهما تعزيز علامة صنع في المغرب وتدعيم مكانة المملكة كمنصة تنافسية لإنتاج السيارات. ويؤكد تقديم سيارات شركة نيو موتورز، وهي شركة برؤوس أموال مغربية، والنموذج الأول لمركبة الهيدروجين لشركة نامكس الذي أطلق عليها اسم مركبة الهيدروجين النفعية. إرادة صاحب الجلالة تشجيع مبادرة المقاولات الوطنية الرائدة والقدرات الإبداعية والنهوض بها، لا سيما لدى الشباب المغربي الذي يجسد هذا المشروع. وقد قامت شركة نيو موتورز بإحداث وحدة صناعية بعين عودة بجهة رباط سالة القنيطرة لتصنيع سيارات موجهة للسوق المحلية وللتصدير. ويتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية 27,000 وحدة بنسبة إدماج محلي تصل إلى 65%. إذن فالاستثمار الإجمالي لهذا المشروع هو 156 مليون درهم، ومع إمكانية إحداث 580 منصب شغل. وكانت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية قد منحت في فبراير 2023 المصادقة النهائية للمركبة الأولى، وأشرفت المقاولة على إطلاق السلسلة الأولية للإنتاج، وتعتزم تشجين هذه الوحدة الصناعية خلال شهر يونيو المقبل وإطلاق عملية التسويق. فهنيئا لنا بهذا المشروع الذي يعد إذانا بميلاد أول علامة صنع في المغرب سيارات مغربية للعموم بكفاءة وطنية، ويعتمد خصوصا على منظومة محلية لتجهيز السيارات التي تطورها المملكة. وفيما يتعلق بالنموذج الأولي فقد تم تصميمه بشراكة مع المكتب الإيطالي المرموق والمتخصص في هياكل السيارات. إذن فهنيئا لنا بهذا الإنجاز التاريخي، هنيئا لنا بهذه الطاقة الإبداعية المغربية. هذا سيمكن من تأمين قدرة مهمة من الإنتاج المحلي للسيارات، ويضع هذا المشروع الرائد المغرب في صلب الدينامية المتجددة على المستوى العالمي الرامية إلى تطوير أشكال جديدة للنقل تجمع بين النجاعة واحترام البيئة. وكذلك وشح صاحب الجلالة السيدة نسيم بالخياط المؤسس المدير العام لشركة نيو موتورز، وفوزي نجاح المؤسس المدير لشركة نامكس بوسام الكفاءة الفكرية من درجة قائد. شكرا لكم للمتابعة، وإلى خبر جديد إن شاء الله.